إذا قمت بتكبير السعودية على خرائط جوجل فسترى دوائر غامضة وسط صحرائها القاحلة. عند رؤيتها يبدو الأمر وكأن شخصاً ما جاء من الفضاء وترك هذه العلامات على الأرض. لكن القصة الحقيقية أكثر إثارة للدهشة. كل شيء بدأ سنة 1980 عندما حققت السعودية ثروة هائلة من بيع النفط. لكن كانت هناك مشكلة خطيرة. المال موجود لكن الطعام لم يكن. كل الغذاء كان يأتي من الخارج. تسلل الخوف إلى قلوب الحكام. ماذا لو توقفت التجارة يوما ما؟ ماذا لو توقف استيراد الطعام؟ في تلك اللحظة اتخذ قرار جريء: الزراعة في قلب الصحراء. لكن السؤال كان واضحا: كيف تزرع حيث لا ماء؟ هنا جاء دور المهندسين. اكتشفوا مياها جوفية عمرها ملايين السنين مختبئة تحت الرمال. تم تركيب آلات عملاقة تدور وتسحب الماء وتنثره كالمطر. وهكذا ولدت الحقول الدائرية في قلب الصحراء. لكن القصة لا تنتهي هنا. بعد سنوات قليلة بدأ ذلك الماء القديم ينضب بسرعة مخيفة. أدركت الحكومة السعودية أن هذه الخطة لا يمكن أن تستمر، وفي النهاية أوقفت الزراعة وقررت أن شراء الطعام أسهل من استنزاف الصحراء. لكن تلك الدوائر لا تزال هناك، شاهدة على قصة طموح أكبر من الصحراء نفسها.